تستعد الإدارة الأمريكية الحالية بزعامة دونالد ترامب إلى وضع الجزائر في أصعب المواقف التي لم تخطر على بالها يوما، عندما ستصطدم خلال الشهور القادمة بأحد أثقل المطالب السياسية التي ستواجهها من دول الجوار، خاصة من المغرب الذي نشد الرئيس ترامب بالوقوف إلى جانب المملكة للتوسط والضغط على الجزائر لكي تعيد أراضي الصحراء الشرقية المغربية التي يحتلها النظام الجزائري في مناطق عدة كتندوف وبشار وأدرار وعين صالح وغيرها، وذلك بالوسائل الدبلوماسية كخيار أفضل لتجنب المنطقة صراعا عسكريا كبيرا إذا لم تعيد الحكومة الجزائرية هذه الأراضي الشرقية التي تحتلها إلى سيادة وملكية المغرب الشرعية. ويرج في كواليس مباحثات المبعوث الأمريكي للجزائر بخصوص حال الصراع والخلاف الجزائري المغربي أن هناك تجاوبا كبيرا من قبل الجزائر ارتباطا بهذا الموضوع، حيث تسربت أخبار مفادها أن الرئيس تبون سيقبل كل شروط الوسيط الأمريكي في المنطقة والمتعلقة بمسألة الحكم الذاتي للصحراء المغربية، مقابل نسيان وتنازل المغرب في أي مطالبة مستقبلية بأراضي الصحراء الشرقية. لكن رد الوسيط الأمريكي كان ثقيلا على مسامع الطرف الجزائري، والذي نبه الرئيس تبون ألا يخرج عن نطاق موضوع النقاش المتعلق بملف الحكم الذاتي، حتى لا يشتت تركيز أطراف الحوار وبالتالي إفشال هذه المفاوضات التي يرجى أن تتمخض عنها نتائج إيجابية تحل وتغلق ملف الحكم الذاتي للصحراء نهائيا بحلول نهاية هذه السنة. ويرى محللون أنه وفي جميع الأحوال لن يقبل المغرب بالعرض الجزائري الذي يتعهد برفع اليد عن البوليزاريو والضغط عليهم لقبول الحكم الذاتي، مقابل تعهد المغرب بعدم المطالبة مستقبلا بالصحراء الشرقية. وتأتي هذه النظرية بكون الجانب المغربي يرى في هذه الفترة فرصة ذهبية لا تتكرر لتحقيق أكبر المكاسب واسترجاع كامل الحقوق من الطرف الجزائري، خاصة بوجود داعم أمريكي قوي إلى جانب المملكة كإدارة الرئيس ترامب ووزير خارجيته ومستشاريه، إضافة إلى اللوب الإسرائيلي الداعمين بقوة للسياسات المغربية تجاه الجزائر، والتي تراها هذه الأطراف امتدادا لباقي محور الشر إلى جانب إيران وكوريا الشمالية. ويجمع جميع الخبراء وكبار المحللين السياسيين أن مطالبة المغرب باسترجاع الصحراء الشرقية من الاحتلال الجزائري آت لا محالة، سواء عن طريق الحلول الدبلوماسية إن نجحت أو باستعمال الخيار العسكري لتحقيق هذا الهدف. وفي هذا الإطار واستعدادا لسيناريو الحرب والمواجهة، يعد المغرب أصولا وترسانة عسكرية متقدمة ومتطورة، ويركز بالأساس على سلاح الجو باعتباره عنصرا حاسما في إرغام العدو على الاستسلام
والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وذلك في مدة زمنية قصيرة. ويجري المغرب حاليا صفقة تسلح نوعية مع الإدارة الأمريكية ستمكن المملكة في الأشهر القادمة من الحصول على مقاتلات الشبح من طراز F-35 بعدد يفوق 30 طائرة، وهو رقم يراه مراقبون بأنه كاف لتحقيق السيطرة الجوية الإقليمية، بما في ذلك التحكم بسماء وأجواء الجزائر كلها. وزيادة على مدى الصفقة الاستراتيجية والمهمة مع الجانب الأمريكي، فهناك أيضا فرنسا والتي رخصت مؤخرا وسمحت بتوريد طائرة الرافال المتقدمة لصالح إدارة الدفاع الوطني المغربي. وهذه التكنولوجيا المتنوعة والمختلفة من حيث نوعية وتعدد أسواق اعتماد واقتناء المقاتلات الحربية لدى الجيش المغربي ستصنع فرقا كبيرا ضد سلاح الجو الجزائري الذي ما زال يشغل كامل أسطوله الجوي القتالي بالمقاتلات الروسية من الطرازات القديمة، والتي أبدت فشلا ذريعا خلال الحرب الجوية داخل الأراضي الأوكرانية. كما ستساعد المسيرات الجوالة والدرونات الانتحارية كثيرا جدا في تفوق ونجاح العمليات العسكرية الجوية ضد الأهداف المعادية في الصحراء الشرقية، حيث أسس المغرب قاعدة جيدة لإنتاج وتصنيع هذا النوع من السلاح محليا بشراكة مع الجانب الإسرائيلي، مما يسمح بموجبه صناعة الآلاف من المسيرات من نوع هاروب الأكثر تطورا ووحشية، والتي استعملت ضد إيران بكثافة في الحرب الأخيرة المتواصلة. وكل هذه التكنولوجيا مجتمعة من مقاتلات الجيل الجديد والدرونات الأكثر تطورا، إضافة إلى عملية التحديث الواسعة في الأسطول الجوي العسكري المغربي، إضافة إلى التدريبات المكثفة مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية الأخرى. كل هذا سيقوي من قدرات القوات الجوية الملكية في ربح المعركة المسيرية داخل الصحراء الشرقية.